أمد بعيد. التسجيل الصوتي والتفريغ الصوتي بالكامل للحالة اللي اتكلم عليها أحمد عبد الباسط في معلوماتي هيبقى قدام سيادتك بعد ثواني. بس من فضلك سيب التليفون، هات الريموت، علي الصوت على آخر حاجة خالص. أقول تاني، سيب التليفون، هات الريموت، علي الصوت على آخر حاجة خالص بالصوت، وهتلاقي كمان الكلام فيما يتعلق بالمحادثة اللي حصلت ما بين ميدو سلامة وما بين كابتن محمد عادل. نسمع ونشوف مرة واثنين وثلاثة وعشرة لو انتوا عايزين. سامعني؟ عادل سامعني؟ حبيبي انا عندي لمسة اليد قبل خطأ المهاجم، عندي احتمالية وجود ركلة جزاء. تعالى بص عليها، هوريك الزاوية اهو، دي لحظة لمسة اليد اهو انا معاك اهو، انا معاك في كل حاجة، انا معاك في كل حاجة حبيبي اهو، واحدة واحدة. وصلت ماشي، 3 فاهم اهو، امشي اهي، هنا حصل لمسة اليد، امشي حصل الفاول بعدها، ارجع امشي. انا عايز السرعه العاديه. ماشي، هات السرعه العاديه يا راجل، ده الكره مرتده اللي بعد ما دخلت البيت. ثانيه تاني هجيب له الكلوز، هات الكلوز، خد الكلوز دي كمان اهو. طب خد دي اهي. صعب قوي يا ميدو. سامعني؟ ادي الكلام بالظبط زي ما الراجل ما قاله بالظبط، لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة. كورة ردت من الأرض، الله يخرب بيتك، وعاد الكلام تاني، ثم في الآخر قال له صعب قوي. تعالوا نسمع تاني، يلا تاني نسمع. سامعني؟ عادل سامعني؟ حبيبي انا عندي لمسة اليد قبل خطأ المهاجم، عندي احتمالية وجود ركلة جزاء. تعالى بص عليها، هوريك الزاوية اهو، دي لحظة لمسة اليد اهو انا معاك اهو، انا معاك في كل حاجة، انا معاك في كل حاجة حبيبي اهو، واحدة واحدة. وصلت ماشي، 3 فاهم اهو، امشي اهي، هنا حصل لمسة اليد، امشي حصل الفاول بعدها، ارجع امشي. انا عايز السرعه العاديه. ماشي، هات السرعه العاديه يا راجل، ده الكره مرتده اللي بعد ما دخلت البيت. ثانيه تاني هجيب له الكلوز، هات الكلوز،